السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، ومعانا مجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل والبقوليات المعبأة. بالنسبة لأسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب 16,400 جنيه للطن، وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب 15,400 جنيه للطن. والأسعار دي فيها هدوء نتيجة العرض الكبير من الرز الشعير اللي موجود في السوق. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق وتكلفة النقل. أما عن أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 25,600 ل25,800. أما عن أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسورتكس شكرا كمبيوتر كسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 23,600 ل23,800. أسعار الرز الأبيض بيحددها أسعار الرز الشعير ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. سعر الرز الأبيض كسر من 3 ل5% بيزيد من 200 ل300 جنيه. أما عن أسعار مخلفات الرز، السرس المطحون من 1,400 جنيه ل1,500 جنيه، سعر الكونة من 10,600 جنيه ل10,800 جنيه، سعر الكسر الناعم من 12,800 ل13,000 جنيه على حسب جودة وخشانة الكسر. أما عن أسعار الذرة، سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 12,000 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,000 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأصفر الأوكراني 10,800 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأصفر الصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 10,800 جنيه للطن بنفس أسعار الأوكراني. بالنسبة لأسعار فول الصويا 44% بروتين 24,000 جنيه للطن صب أرض المينا، وفول الصويا 46% بروتين محلي ومستورد 25,000 جنيه للطن صب أرض المينا. أسعار الذرة المحلي تنفيذ لدى التجار اليوم: الذرة المحلي الأصفر من 11,400 ل11,600، والذرة المحلي الأبيض بيتراوح سعر الطن من 10,600 ل10,800 تنفيذ لدى التجار اليوم. بالنسبة لأسعار القمح، في ثبات في أسعار القمح لحد آخر موسم التوريد 15/8/2024. بيتم توريد القمح من 1,900 جنيه ل2,000 جنيه على حسب درجة النظافة. أما عن أسعار القمح المستورد، فالقمح ال11.5 ب12,200 جنيه للطن، والقمح ال12.5 12,400 جنيه للطن. متوسط سعر طن الردة 12,000 جنيه للطن، وكزب عباد 36% بروتين 17,000 جنيه للطن. وبالنسبة لأسعار الدقيق 27 14,600 جنيه، وال24 14,300 جنيه، وسعر السكر المقرر 31,000 جنيه للطن. وبالنسبة لأسعار الزيت، زيت الصويا المقرر 46,000 جنيه للطن، وزيت أولين 47,000 جنيه للطن، وزيت الذرة المقرر 49,000 جنيه للطن، وزيت العباد المقرر 48,000 جنيه للطن. أما عن أسعار الفاصوليا، بيتراوح سعر طن الفاصوليا من 44,000 جنيه ل46,000 جنيه للطن، والسعر هينخفض خلال شهر 6، وياريت الناس كلها تشتغل على وش السوق ومحدش يخزن. أما عن أسعار الكراوية من 48,000 جنيه ل50,000 جنيه للطن. وبالنسبة لأسعار الفول البلدي الخام، الإرداب ب155 كيلو في تحسن في الأسعار من 4,000 جنيه ل4,300 جنيه.
متوسط سعر طن الفول البلدي من 25,800 جنيه ل27,800 جنيه. أما عن أسعار الفول البلدي المفروش سوروتكس معبأ 25 كيلو، متوسط سعر الطن 32,000 جنيه، وسعر الفول الصحيح الأسترالي 29,000 جنيه، والفول الصحيح الإنجليزي 28,000 جنيه، والفول المجروش الأسترالي 32,000 جنيه، والفول المجروش الليتواني 28,000 جنيه. سعر العدس النهاردة: العدس بجبة العريض 43,000 جنيه للطن معبأ 25 كيلو، والعدس بجبة الرفيع 41,000 جنيه للطن معبأ 25 كيلو، والعدس المجروش الأصفر 45,000 جنيه للطن معبأ 10 كيلو. الرز البسمتي الهندي 1121 بيتراوح سعر الطن من 70,000 جنيه ل72,000 جنيه، والرز البسمتي الهندي الBR بيتراوح سعر الطن من 50,000 جنيه ل53,000 جنيه معبأ 25 كيلو. سعر الحمص 7 ملي 43,000 ل44,000 جنيه للطن. أما عن أسعار الذرة الفشار الأرجنتيني من 33,000 جنيه ل34,000 جنيه. الترمس الحلو الأسترالي 30,000 جنيه للطن. سعر الحلبة بيتراوح سعر الطن من 34,000 ل35,000 جنيه، والبرغل من 16,000 جنيه ل17,000 جنيه. سعر الملوخية المعبأة 10 كيلو 40,000 جنيه للطن. وبالنسبة للذرة المعبأ: الذرة الأصفر الأوكراني شكاير 50 كيلو 12,000 جنيه، والذرة الأصفر المحلي العريض شكاير 50 كيلو 13,500 جنيه، والذرة الأصفر المحلي الرفيع شكاير 50 كيلو 14,500 جنيه. الذرة الأصفر الفيومي شكاير 60 كيلو ب16,000 جنيه، والذرة الشامي الأبيض شكاير 67 كيلو 12,000 جنيه للطن، والذرة العويجة الحورس شكاير 67 كيلو 13,500 جنيه، والذرة العويجة الوسط شكاير 67 كيلو 15,000 جنيه للطن، والذرة العويجة الكبيرة شكاير 60 كيلو 19,500 جنيه للطن. فول الحمام 25,000 جنيه للطن. وبالنسبة لكسر الفول الخشن 25,500 جنيه للطن. وبالنسبة لبذر الكتان بيتراوح سعر الطن من 43,000 ل45,000 جنيه، والبلكم الأوكراني الأبيض بيتراوح سعر الطن من 43,000 ل45,000 جنيه، والكرتم البلدي من 34,000 جنيه ل36,000 جنيه للطن، والبلكم البلدي الدرجة الأولى 33,000 جنيه، والبلكم البلدي الدرجة الثانية 30,000 جنيه للطن، وسعر الدنيبة البضايع العالية 16,000 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.